هاخدك النهاردة في جولة جديدة لمدينة راجستان في واحد من أكتر أفلام الإثارة والغموض، عشان كده ما ينفعش تسرح ولو للحظة واحدة. بس قبل ما نبدأ الفيلم دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس. بيبدأ الفيلم بلاتيكا وهي بتزعق لحبيبها انه مش بيرد على مكالمتها، بيحاول يبرر لها لكنها بتقرر تنفصل عنه. بتمشي وهو بيمشي في الاتجاه المعاكس لكنه بيخبط في الشخص المقنع ده باجرانك. بنكتشف انها حيلة عشان يسرق موبايله. بيطفش باجرانك العربية دي ويتصل بلاتيكا من موبايل حبيبها، بيقول لها انه عمل حادثة وهي اخر رقم كان متصل بيه وعاوز يقابلها عشان يديها موبايله. بتوصف له مكانها وبتحس ان حبيبها في خطر. بتسأل باجرانك عنه، بيقول لها في عربية خبطت الموتوسيكل بتاعه وهو حاليا في مستشفى كوتا العام، وبيعرض عليها يوصلها. البت الغلبانه بتوافق وبتركب معاه. لاتيكا بتحس ان ده مش طريق المستشفى، ولما بتطلب منه يوقف العربيه بيضربها ويخدرها. وبتظهر معانا بطله فيلمنا الشرطيه الشجاعه شيفاني شيفاجي، وهي بتعاين مسرح جريمه. بيبان على الضابط شيكاوات ان مش عاجبه طريقه شغلها وان ملهاش فيها، اخرها تسرح بعربيه تين شوكي. في الوقت ده شيفاني بتملي الضابط المساعد اللي وصلت له مبدئيا من المعاينه، واضح ان القاتل قصير وبيعرج. بتفحص البنت عشان نكتشف انها لاتيكا بتكون مقتوله بطريقه بشعه وحشيه. شيكاوات بيقول لها اكيد حبيبها اللي قتلها، انا قبضت عليه خلاص. لكن شيفاني بتعترض، بتقول له ازاي حبيبها ده بيلعب كريكت بايده اليمين. لكن البنت على ظهرها اثر ضرب بالحزام بالايد الشمال، كمان مفيش واحد هرج هيلعب كريكت. وبترجح ان اللي قتلها خنقها بحزام فيه مسامير لحد ما ماتت. بتحول البنت للطب الشرعي. الدكتوره بتقول مبتدئ ده عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. كمان لقوا في دمها كميه صغيره من ماده مخدره عشان تفوق تاني ويعذبها بوحشيه. والجزء الاسوأ عض وجروح في رقبتها وجسمها كله. لما بتوريها الدكتوره شكل الجروح وبشاعتها بتدرك في الوقت ده انها قدام وحش لعين بيتلذذ بتعذيب ضحيته قبل قتلها. وبتتاكد من تخمينها لسبب الوفاه انه خنقها فعلا بحزام فيه مسامير. بيظهر معانا القاتل وهو قاعد مع غوفيندا، بيقول انا عارف ان كل السياسيين بيستعينوا بك لما يحبوا يقتلوا حد، عشان كده جبتك. بيديله صورة صحفي اسمه كمال وعنوانه، بيقوله عاوزك تقتله من غير ما يبان انها جريمة قتل. في نفس الوقت بتكون شيفاني في مؤتمر صحفي على التلفزيون بتقول القاتل مش عرج، هو كان بيحاول يخدع الشرطة فاكر نفسه ذكي لكنه احمق غبي. وبتوجه له رسالة انه مجرد سافل وهي هتجيبه من قفال المحكمة. بيسخر باجرانك من كلامها وبيبعت لها بوكيه ورد على الاسم وانه مبسوط بلقائها جدا وقفاه مستنيها عشان تجره للمحكمة. بتجري بره بسرعة عشان تلحق تشوفه لكن مش بتلحقه، وهو بيكون قاعد قدام الاسم بيتفرج عليها وهي بتدور عليه ومبسوط باللعبه والتحدي. بيروح بيت شيفاني وبيتسلل من الباب الخلفي. بيوصل لاوضه نومها وبيبان عليه انه مش طبيعي وبيتصرف تصرفات مريضه. لما بتوصل شيفاني بالليل بتلاقيه مشخبط بقلم الروج على المرايه وسرق من عندها ساري وعلبه مكياج كنوع من انواع التحدي انه قدر يوصل لبيتها وهي ما قدرتش حتى توصل لاسمه. الصبح بيروح للولد اللي بيعمل شاي قدام الاسم يتكلم معاه ويعرف ان اسمه بارفين. قال له بص يا بارفين يا اخويا، انا قصدك في خدمه مقابل 50,000 روبيا. بارفين بيقول له رقبتي. وبنكتشف انه خلاه يعمل نفسه ساعي بريد بيوصل حاجه لبيت كمال الصحفي اللي غوفيندا كلفه بقتله. في الوقت ده بيعدي باجرانك وهو عامل نفسه ست ولابس ساري وباروكه وبيمثل انه دايخ، وحسب الاتفاق بيجري عليه بارفين المنيل ده يشوفه ماله. الصحفي هو كمان بيعمل فيها ال7 رجاله ويروح يطمن على الست. بتقول له محتاجه كوبايه ميه يا ابني هفطس. فبيعرض كمال على الست تتفضل في بيته، ولما بيديها الميه باجرانك بيهبده بالرجل يكومه على الكرسي. بيكتف ايده ويديله موبايل يسجل فيديو انه هينتحر. في الوقت ده بيكون بارفين اتقابل مع مرات كمال الصحفي، بيديها موبايل عشان تكلم جوزها. وقبل ما يفتح بقه بياخد الشيطان ده الموبايل يقول لها اتحركي مع الراجل بتاعي من غير كلام. بيسجل كمال فيديو يقول فيه انه اكتشف خيانة مراته من 6 شهور وقتلها وقتل عشيقها ودلوقتي هيقتل نفسه. وبعد ما بيخلص الفيديو بينقض عليه الوحش اللي ما عندوش قلب ولا رحمة يخنقه بالساري. في نفس الوقت بيكون بارفين خد مرات كمال على موتوسيكل المكان معين مركون فيه عربية عشان يركبوها. يا دوبك بيدور بتنفجر بيهم العربية. بتروح شيفاني تعاين مسرح الجريمة في بيت كمال، فبيعرض عليها الضابط المساعد الفيديو اللي سجله كمال قبل انتحاره. بتقوله ده مش حقيقي لان الساري اللي مشنوق بيه الصحفي كمال هو نفس الساري اللي سرقه القاتل من بيتي. وبتدرك انها قدام قاتل متسلسل مصاب بالغرور بيحاول يوريها ذكائه لانها اهانته على التلفزيون وقالت عنه غبي. وهي في المكتب بتتناقش مع فريقها في القضية. بيخبط الباب وبيدخل عامل الشاي عشان نكتشف ان الجاحد ده
بعد ما قتل بارفين خد مكانه عشان يقدر يكون قريب من شيفاني وحواليها. بيقدم لهم الشاي وبيعمل نفسه أخرس، لكن شيفاني بتكون عارفة لغة الإشارة. بتسأله عن اسمه بيقول لها بلغة الإشارة بجرانك. بيكون شيكاوات اللي مش عاجبه أي واحدة وطول الفيلم بيقطع في فروة النسوان ده واقف يتكلم مع المساعد بتاعه عن القضية قدام النصبة زي المغفل، وبجرانك واقف يلمع أوكر وبيتكلم عن شيفاني بأسلوب وقح إن أكيد في علاقة بينها وبين الصحفي اللي انتحر ده، وإلا إيه اللي ودى السري بتاعها هناك، وإنه يقدر ينقلها من منصبها لو حب. المساعد بتاعه بيفخم فيه وهما الاتنين عبط اصلا وامهم عارفه. بتروح شيفاني تاني للمكان اللي انفجرت فيه العربيه وبتكتشف انه قريب من المكان ده في ناس ساكنه في زي عشوائيات، فبتروح تسالهم لو كان حد شاف العربيه وهي بتركن، لكنهم بيقولوا لا لانهم طول اليوم بره وولادهم بس هما اللي موجودين. بتلاحظ بخاخه ربو في ايد طفل واقف. لما بتسال امه بتقول لها اكيد لقاها في الارض، وهي في عربيتها بيروح وراها نفس الولد بيقول لها انه شاف الشخص اللي جرى كان العربيه قبلها بيوم وكان معاه البخاخه دي. بتروح على المكتب وتحكي لفيني المساعد بتاعها وانها بعتت لكومار يجي عشان الولد يقول له مواصفات الشخص ده ويرسموه. مره واحده بيسمعوا صوت كوبايات بتتكسر وبيظهر بجرانك الخبيث كان بيلمع اوكر تاني بيقول لهم بلغه الاشاره ان في ضابط بعته يحط كوبايات الشاي هنا لكنها وقعت منه. بيزعق له فيني لكن شيفاني بتتدخل وبتطلب منه يجيب شاي وفطار للولد والراجل اللي بره. لما بيخرج بيبان عليه فعلا انه بيعاني من الربو وبيستخدم نفس البخاخ اللي الولد اداه لشيفاني. بيروح يجهز الشاي وبيحط سم للواد في اللبن وبيجرح نفسه عشان حد تاني هو اللي يدخل الشاي لان الولد لو شافه هيتعرف عليه طبعا. بيوصل كومار وبيبدا الولد يوصف لهم الشخص اللي شافه، وبعد ما يشرب اللبن بيشتكي من بطنه وانه عاوز يروح الحمام. بياخدوا الضابط يوديه، واول ما بيدخل بيتفاجئ بالشيطان ده جوه، وقبل حتى ما يستوعب بيكتم نفسه لحد ما يموت ويحطه في شوال ويرميه من الشباك. بيحس الضابط اللي واقف بره ان في حاجه غلط بتحصل، خصوصا لما بينده على الولد ما بيردش، وكمان بيسمع صوت تكسير الشباك. بيلف بسرعه على المبنى عشان يتفاجئ ان الشباك مكسور والولد اختفى، مفيش اثر لاي حد خالص. بالليل بياخد الشوال اللي فيه الطفل يرميه قدام القطر وبيقرر يضربها بالظابط شيكاوات اللي نفسه في فرصه عشان يخلص منها. بيكلمه في التليفون يقول له شفت اللي حصل؟ الطفل الشاهد اللي جابته شيفاني الصبح راح موت نفسه قدام القطر. تخيل بقى لو الصحافه عرفت انت هتستفاد ازاي. وهو بيقفل بيصور بنت بموبايله كان بيراقبها، لكن صاحبتها بتشوفه وبتقوم تمرمط كرامته. بيعمل عبيط ويقول لها انا ما صورتش حاجه انا مؤدب والله، لكن هي بتاخد منه الموبايل بالعافيه. بتلاقيه مصورهم فيديو، بتقول له امال ده فيديو الست الوالده، وبتسلم على وشه بقلم مخبرين. في الوقت ده بيكون شيكاوات اللي منه لله جاب الصحافه كلها قدام الاسم عشان تزف شيفاني ان الشاهد مات وهو في عهدتها، والصحافه كلها بتهاجمها. بيستدعيها القائد ويقول لها الاحسن تاخدي شيكاوات في صفك احسن ما يكون ضدك، وبيطلع قرار بنقلها خلال يومين بعد عيد الهولي. قرر شيفاني في اليومين دول تشتغل ال 48 ساعه اللي فاضل لها عشان تقفل القضيه وتقبض على الجاحد ده. بتوزع المهام وبتطلب من الشرطيه بهارتي انها تروح كل الصيدليات في كوتا عشان تعرف مين اللي اشترى البخاخه دي وامتى، وبتكلف فيني يعرف لو كان كمال الصحفي له اعداء لكنه ما بيعرفش. فبيعرض عليها ضابط تاني انها تسال شيكاوات لانه في الاسم من 18 سنه وعنده علاقات مع كل العصابات. بتروح لشيكاوات تقول انا خلاص ماشيه خلال يومين. قال لها والله فراقك صعب يا ام يزيد. المهم بتقول له انا عاوزه اقفل قضيه لاتيكا قبل ما امشي، ولو ساعدتني بحكم خبرتك هتبقى انت البطل. وبتسرح بيه وتقول له ده انت الخير والبركه، هو حد يعرف يعمل حاجه في الاسم من غيرك؟ بيصدقها المغفل وبيوافق يساعدها. بيبعتها لواحد اسمه مهان عشان يقول لها مين من اعداء كمال الصحفي المتسبب في قتله، لكن مهان بيرفض وبيقول لها لو قلت لك هيبقى انا اللي عليا الدور. بتطلع تليفونها وتكلم حد حبيبها في الجمارك، بتقول له جوز خالتي ليه شحنه متعطله بقالها 3 شهور عاوزين نخلصها له. في نفس اللحظه بتوصل رساله على موبايل مهان ان الشحنه وصلت، فبيقول لها في بلو بنيوات دفع لقاتل المأجور عشان يقتل كمال، وبيدلها على واحد يديها دليل ضد فيبلو لان فيبلو شخصيه مهمه مش هتقدر تلمسه من غير دليل. بيروحوا يجيبوا الراجل ده ويفضلوا يعجنوا فيه عشان يعترف باسم القاتل المأجور لحد ما بيقول لهم، وبنكتشف انه اسمه الحقيقي ساني مش بجرانك. وبيوصف لهم المكان اللي مستخبي فيه اللي بيكون عباره عن مبنى تحت الانشاء. لما بيوصلوا ما بيلاقوهوش، لكن بيلاقوا مصيبه تانية، بنت متعلقه من رقبتها ومتعذبه بطريقه بشعه. عارف دي مين؟ البنت اللي سلمت على وشه بقلم مخبرين. بيطلع غوفين ده مساعد فيبلو هو اللي بلغ ساني عشان يهرب بسرعه من مكانه، وبيقول له ارجع مدينتك وما تعملش حاجه غبيه. في نفس الوقت بتتصل بهارتي بشيفاني بتقول لها انها عرفت القاتل اشترى بخاخه الربو منين. بتتحرك شيفاني بسرعه عشان تشوف تفريغ الكاميرات، لكن الحاج ده بيكون مراقبها وبيبلغ ساني اللي بيكون في الوقت ده بيخبط دماغه في الحيطه لحد ما وشه كله
ويجيب دم. وبيعدي من قدام عربية شيفاني قال يعني بالصدفة. بتقف شيفاني بسرعة وتاخده عشان توديه المستشفى، لكن هو بيكون في نيته ان شيفاني هي الضحية الجديدة. بيفك الحزام بخبث عشان يخنقها بيه، لكن شيفاني بذكاء ومهارة بتتفادى الحزام وبتقول له اهلا ساني بيه، وبتمرجح العربية يمين وشمال لحد ما تلبسه في ازاز العربية. بتاخده من قفاه بره العربية عشان ترنه علقة معتبرة، وبتقول له فاكر نفسك ذكي ها؟ انا شفت الحزام بتاعك وانا بسندك عشان تركب العربية. وبتكمل عجن فيه، ابن حلال ويستاهل. بتكلم فيني المساعد بتاعها تقول له انا قبضت على ساني. بيكون هو لقى مسمار في الارض وبيغفلها ويغرزه في رجليها عشان يهرب. بتجري وراه شيفاني وهما الاتنين اصلا مكسحين، لكن ساني عشان يهرب منها بينط في البحر. بتنط وراه شيفاني، ما هي خربانه عشان تتحول المعركه بينهم من البر للبحر. وبتكون شيفاني خلاص قفشته في البحر، لكن هو بيضغط على جرحها ويهرب منها. تاني يوم فيني بيبلغ شيفاني ان في صياد انقذ ساني، لكن قبل ما الشرطه توصل لبيت الصياد ساني هرب. وبتعرف من فيني ليه ساني اختار لاتيكا بالذات عشان يعذبها بالشكل ده، والسبب انه اتحرش بيها في نفس يوم الحادثه الصبح، والناس اتلمت عليه في الباص رنته علقه وتصور وهو بيتضرب. بتنشر شيفاني الفيديو في كل مكان في كوتا عشان الناس تتعرف عليه، وكمان فيديو ليها بتطلب من الناس ان اللي يشوف الشيطان ده يبلغ عنه بسرعه. بيكون ساني متخفي ولابس نقاب لان طبعا فضيحته بقت بجلاجل في كل مكان، ولو حد شافه هيعرفه. بيأجر اوضه وبيشوف الفيديو بتاع شيفاني وبيكون في منتهى الغضب. بيتصل بغوفندا مساعد فيبلو عشان يطلب منه اي شغل او مهمه لانه عاوز فلوس. غوفندا بيقول له مهمه ليك انت؟ ده انت ناقص يطبعوا صورك على علب السجاير في كوتا. ساني بيقول له اديني فرصه. طيب غوفندا بيقول له فرصه ايه ياض؟ ده انت متحرش وبتضرب النسوان. انا مجرم، لكن يبقى لي علاقه بمغتصب؟ استغفر الله العظيم، انا لو شفت رقمك على تليفوني تاني هعملك بطاطس مهروسه. عشان ساني سايكو بيروح يسرق موبايل حفيد غوفندا، وبعد كده يتصل ببريانكا اخته بيقول لها صاحب التليفون ده عمل حادثه على الطريق، انت فين عشان اديك الموبايل؟ بتوصف له مكانها. بيروح يديها الموبايل ويقول لها المسكين متعور جامد، حبي اوصلك المستشفى؟ وما شاء الله نفس غباء لاتيكا بتوافق. بيبعت صورتها لغوفندا وعلى رقبتها قنبله، وبيتصل بيه يقول له معاك ساعتين، خلي شيفاني تطلع على التلفزيون تعتذر لي، لا اما مش هتعرف تلم جثه حفيدتك. الدنيا بتتقلب. بتروح شيفاني تشوف تسجيل الكاميرات، فبيدخل شيكاوات المهزأ ده يقول لها اطلعي اعتذري عشان تنقذي البيت. قالت له انت متخيل ان اعتذاري هيوقفه عن اللي بيعمله؟ انت عبيط يا شيكاوات. بيكون ثاني عطل كاميرا مراقبه عند مفرق طرق عشان شيفاني ما تعرفش هو مشي ازاي، لكن شيفاني بذكاء بتعرف من خلال كاميرا في مكان تاني انه اتحرك على منطقه جانتا الصناعيه. بتتحرك هي وشيكاوات على المكان، لكن بتطلع منطقه محظوره. بتلاحظ شيفاني ان حارس الامن نايم، بتروح تصحيه لكن بيطلع متخدر. بيقتحموا المنطقه ويبداوا يغربلوا المكان كله، وبيوصل غوفندا بزعبيبه وبيزعق لشيفاني بيقول لها شوفي عاوزه كام وتطلعي تعتذري. قالت له يا ريت نوفر الرغي ده اللي بعدين عشان ناقص 10 دقايق، خليني اشوف شغلي. قال لها لو حصل حاجه لحفيدتي مش هرحمك. بيكون ناقص دقيقه بس على المهله. بتفكر شيفاني ان شخص بغرور ثاني مش هيخبي بريانكا في صندوق، لان اللي يهمه يعمل عرض الذكاء ويرضي غروره. وفعلا بتسمع شيفاني صوت تكتكه القنبله ورا خشب عربيه، بتكسره وبتلاقي بريانكا مربوطه وعلى وشها قناع مطبوع عليه صوره شيفاني، والقنبله خلاص هتنفجر بعد 11 ثانيه. وعشان الهند كدابه بينقذوها فعلا. بيتصل ثاني فيبلو شخصيا وبيقول له خلاص غوفندا راحت عليه ومش عارف يعمل لك شغلك، انا بقى هعمل لك اللي انت عاوزه. انا عارف ان في 2 واقفين لك زي الشوكه في موضوع الانتخابات، واحد منهم كمال اللي انا خلصت عليه، ولو ساعدتني اخرج من المدينه هقتل لك التاني. بيقفل الخط ودماغه بتكون شغاله، وبيسلم على سونيندا ويقول لها عاش من شافك يا غاليه. تاني يوم الصبح بتكون شيفاني في طريقها للقسم. بيتصل بيها ثاني ويقول لها ادائك في الشغل مش عاجبني، معرفتيش تقبضي عليا قبل كده مرتين، بس انا اعمل لك عرض. في واحده زيك مشهوره وفاكره نفسها فلحوسه، انا بقى هخطفها النهارده وهعذبها زي لاتيكا. قالت له حاول كده وانا هضربك لدرجه ان الست الوالده مش هتعرف تميزها. بتوصل للقسم وبتفكر مع الفريق بتاعها يا ترى مين المشهوره اللي هيخطفها، لحد ما بيوصل شيكاوات اللي ضميره اخيرا صحي وقرر يعمل حاجه صح. بيقول لهم سونيندا لان الحزب هينتخبها هي مش فيبلو. في الوقت ده بتكون سونيندا عند المعبد عشان عيد الهولي، وطبعا ساني موجود. بتتصل شيفاني بواحد تبعها في المكان ده عشان تكلم سونيندا تحذرها. ساني بيكون مراقب سونيندا وبيدخل وراها الحمام يحطها في شوال. وهو ماشي الحاج ده بيساله ايه اللي في الشوال، قال له ده جوز هند. بتخرج مرات الراجل اللي تبع شيفاني عشان تقول له ان سونيندا مش في الحمام واختفت. بيكون ساني حط الشوال في العربيه وخد بعضه وخلع. بيبدا الراجل اللي تبع شيفاني ومراته يسالوا كل الناس لو كان حد شاف سونيندا، لكن طبعا كله بيقول لا. بيوروا الصوره للناس والحاج ده بيتعرف على ساني بسهوله لانه شافه بالشوال. بيبلغوا شيفاني بلون العربيه ورقمها، وبيحطوا كمان على كل المداخل والمخارج.
المخارج، وبتعدي عربية ساني على كمين منهم وبيكسر الحاجز ويهرب. بتطارده الشرطة وتمسكه عشان يكتشفوا انه فخ. بيبلغ الضابط شيفاني ان في عربية بنفس المواصفات اترصدت على طريق تاني، لكن شيفاني مش بتكون مقتنعة. بتقول لهم ده واحد عنده ربه، يعني لو في مطاردة مش هيجري، هيستخبى. انا حاسة انه لسه عند المعبد. بيتقسموا فريقين، فريق بيتتبع العربية وفريق بيرجع عند المعبد. في الوقت ده بيكون ساني بيعذب سونيندا بمنتهى القسوة، ومعاها بنت تانية غلبانة وملهاش في حاجة اصلا. بيبدأ احتفال عيد الهولي، وبتلف شيفاني وبهارتي على كل البيوت يسألوهم لو شافوا ساني قبل كده، لكن كله بيقول لا. بتتعب شيفاني، لكن مرة واحدة بتشوف بيت مقفول ومفيش قدامه شموع، والمفروض ان ده عيد يعني، فبتخبط عليهم. بيفتح لها راجل، بتعرفه بنفسها وبتسألهم لو شافوا الشخص ده، بيقولوا لا. ولما بتسأل الست مين عايش معاكوا في البيت، قالت لها ابني وبنتي. بتشوف الولد لكن البنت لا. ولما بتسأل عليها الام بتقول لها اصلها في كلية بعيدة وعايشة في سكن الجامعة، وبتكون هتمشي بس تليفونها بيفصل، فبترجع تستأذنهم تعمل مكالمة من الارضي. بتتلجلج الست وبتقول لها اصل مفيش حرارة. ولما بتحاول تسأل تاني بيقفلوا الباب ويقول لها معلش شوفي حد تاني. بتزق شيفاني الباب وبتدخل تفتش البيت. الست بتجري وراها وتتحايل عليها ما تدخلش جوه، لانه فوق واخد بنتهم مع سونيندا وكمان موبايلاتهم، ومهددهم لو فتحوا بقهم هيخلص على البنت. بتجهز شيفاني سلاحها وتقتحم الاوضه، ولما بتدخل ساني بيشتتها ويرزعها بالشومه في راسها. بتفوق تلاقي نفسها مربوطه مع سونيندا والبنت وهما بيتعذبوا، وباين عليها هي كمان اثر التعذيب. بتتحامل على نفسها وتتعدل. بتقول لابوك قتل امك بنفس الطريقه، لما خنقها وانت وقفت تتفرج ما عملتش اي حاجه عشان تنقذها. قال لها بسخريه انقذها عشان اموت نفسي؟ قالت له بس ساعتها ما كانش في وعيه وهي كانت مستخبيه في البلكونه، انت اللي قلت له على مكانها. بيتجنن وبيقول لها انت جبتي العبط اللي بتقوليه ده منين؟ قالت له من ابوك، مش انا قابلته في السجن. بيتعصب ونفسه بيضيق بسبب الربو اللي عنده وبيستخدم البخاخ. بتشاور شيفاني للبنت عشان تدلق الدهان اللي جنبها. بيلف ساني ويبدا يضرب شيفاني بوحشيه. بيطلع المسدس عشان يقتلها، لكن بيلاقي سونيندا والبنت التانيه في وشه وبيرموا عليه بوهيه، وبسبب ريحتها بتعمل له ضيق تنفس اكتر. وقبل ما يستوعب حاجه بتقوم شيفاني تلسوعه بنفس الحزام اللي كان بيقتل بيه ضحاياه، وبتجره من قفاه بره البيت وهو ما بيكونش قادر ياخد نفسه، وهي مكمله تلطيش فيه بالحزام. وشيفاني بتكون في منتهى الغضب والكره للشخص ده. بتاخد البنت من ايدها الحزام وتكمل تقطيع فيه، وبعد كده بتناول الحزام لسونيندا عشان تاخد حقها، ما هي ظابطت بقى. بتقعد شيفاني على الارض تعيط بحرقه، دموع مختلطه بالالم والحزن، الانتصار والتحدي. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديده. ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبوه لنا تحت في الكومنت.